شوفوا أنا يعني لي 3 سيارات كرئيس وزراء، أنا أشتيكم تعرفوا هذا، لي 3 سيارات. أسألوا وزارة المالية واسألوا رئاسة الوزراء هل أخذت سيارة؟ أنا لازلت أركب سيارتي القديمة. هلا كنت حكيت إلى رئاسة الوزراء أول ما دخلت يقول لي أنت معك اعتمادات تحت تصرفك 8 مليون ريال. قلت لهم ده روح الكلام ودوا له واحد طفل ما يفهم شيء. أنا تغرون بهذا الكلام؟ والله ورفضتها، وأنا أخذ معاشي واسألوهم إنه ما في مليم، وأحيانا أسلم بعض الأشياء من جيبي. أعطونا حق العلاج السنوي، تبرعت ب1,500,000 ريال ل3 منظمات، منظمتين للأيتام ومنظمة وفاء، ويمكن تقدروا تتحققوا من هذا. أنا ما جيت إلى السلطة لأكون ثريا، أنا جيت إلى السلطة لأنني ناضلت وأريد أن أرى الوطن في العلا. أنا لما أزور بلد آخر أعود إلى وطني وأبكي، لأنه أشوف الأوطان الأخرى بأي حال وأشوف بلادي بأي حال. هذا كله من صلح 30 السنة الماضية، أيام تقول يا إخواني أنا لن أسمح لأحد أن يجد ثغرة واحدة يدخل منها ويتهمني أو يطعن في شرفي أو نزاهتي. وأنا أقول مع هذا لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدولي.